بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا مرحبا بكم هنا في افتتاح الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي 25-26، ومن على ملعب الكابتن شرار حيدر الكرخ صاحب المركز التاسع يستضيف نادي الموصل صاحب المركز الخامس عشر هنا في أول أيام الجولة العاشرة، جولة الصدامات الكبيرة. نعم، وحتى هذه الجولة المفاجآت مستمرة وعجلة الدوري تستمر بدوران. أيمن الحكيم من هناك يدخل بكتيبة نادي الكرخ في 10 مباريات، نعم، كمدرب مع هذا الفريق، بينما جماهير الموصل التي تتعنى وتحضر وتتحدى أيضا الظرف، نعم، والطقس البارد والمسافات البعيدة، وتتواجد في العاصمة بغداد هنا في مدرجات ملعب اللقاء بمساندة ودعم مستمر للفريق الذي رأى النور وعاد إلى دور الأضواء بعد غياب 14 عام عن دور النجوم. تشكيلة الفريقين نبدأ بفريق نادي الموصل بقيادة جاسم سلطان، بحراسة المرمى مهدي هاشم، إلى جانب حسام كاظم، رامي الوسماني، جوستن فيرني وسيدريك نجاه، معين أحمد وسامر محسن، أكرم رحيم وبشير عمر وبيدي كودي، وأخيرا هداف الفريق علاء الدين الدالي. يغيب اليوم عن تشكيلة الموصل لاعب طبعا التشكيلة الأساسية اللاعب فولين جروش، اللاعب الكاميروني أيضا صاحب ال5 أهداف. فريق نادي الكرخ من هناك يدخل بحراسة المرمى محمد شاكر، إلى جانب القائد مجتبى صالح، مصطفى رميض ومصعب طبعا جمال وحسن علي برهي، علي قاسم وحسين زياد، صهيب رعد، حيدر أحمد، محمد خالد ويونس حمود. نعم، بهذا التوقيت تنطلق 3 مواجهات، 3 مباريات، 3 صدامات. القاسم يواجه فريق نادي الطلبة في ملعب المدينة الدولي، بينما يستضيف نادي أربيل القوة الجوية أيضا بنفس التوقيت، وهذا اللقاء الثالث بنفس الموعد ومواجهتين متبقية. يصل 5 مباريات ومواجهات ستقام في اليوم الأول في تمام الساعة 6:30. الشرطة وعلى ملعبه يستضيف نادي زاخو، دهوك على ميدانه يستضيف أمانة بغداد. المواجهتين في تمام الساعة 6:30. غدا أيضا 5 مواجهات. عجلة الدوري تستمر بالمنافسة والتحدي الكبير، بالمنافسة والتحدي الكبير في هذا الدوري وفي هذه النسخة وفي هذه المنافسة. الموصل الوافد الجديد بطل دوري الكرة الممتاز للموسم الماضي أمام فريق نادي الكرخ بطل الدوري الممتاز في موسم 2018 العائد أيضا قبل 8 مواسم. يتواجد وعلى ميدان نادي الكرخ الفريق الذي عرف برفد الأندية الجماهيرية والمنتخبات الوطنية بالأسماء والمواهب، الفريق الذي دائما ما يعتبر مدرسة، وطبعا تتدرج فيها الفئات العمرية والمواهب، يحتضن المواهب والإمكانيات من الصغار وصولا إلى الخط الأول. فريق نادي الكرخ الآن بجيل جديد وبعناصر جديدة وبمدرب جديد يسعى لتقديم أفضل ما لديه في منافسات بطولة الدوري، وهو في آخر المواسم أحرج الأندية الكبيرة وكان الحصان الأسود في منافسات دور النجوم، وقدم عروض مميزة جدا، أحرج الفرق الكبيرة وانتصر وتألق. وخير انتصار وأفضل إنجاز هو التتويج ببطولة الكأس في موسم 2022 التاريخ الذي لا ينسى بقيادة أحمد عبد الجبار. بينما أنصار وجماهير فريق نادي الموصل الحاضرة هنا في العاصمة بغداد، الجماهير التي رأت النور بتواجد فريقها في دور النجوم في هذا الموسم، في موسم بعد غياب 14 سنة طبعا عن منافسات بطولة الدوري، يعود جماهير الموصل تستحق هذه الفرحة، تستحق أن يمثلها نادي في دور النجوم، تستحق أن يكون هناك كيان كبير يمثل هذه الجماهير الرياضية والعاشقة
والمتيمة بعشق كرة القدم. هذا ما قال المدرب جاسم سلطان في أول مباراة أو قبل أول مباراة في دور النجوم، قال بأننا سنمثل المحافظة خير تمثيل. ننتظر حتى الآن صافرة البداية لم تنطلق من جانب الكابتن سالم عامر، لحين تأكد من ماذا لا نعرف حتى الآن. لم نعرف لماذا تتوقف المباراة، ولكن سنعرف مشاهدينا الكرام وسنوافيكم بما سيحدث الآن. مشاهدينا الكرام هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر، نعم هو ما كان يوقف المباراة ويمنع انطلاقها عدم وجود سيارة الإسعاف. حضرت سيارة الإسعاف ومعها يتحضر ويستعد الكابتن سالم عامر طاقم التحكيم الذي يقيد طبعا يدير هذا اللقاء بقيادة سالم عامر، يساعد أمير عباس وبريار قادر مساعدا رابعا، وطبعا حامد طالب حكما رابعا، وحكما للفار أوميد مصطفى. إذن بعد حضور وتوفير سيارة الإسعاف ينطلق من هناك اللقاء. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، متتبعي قناة أو قنوات شبكة الإعلام العراقي، والنقل الحصري المستمر لأحداث بطولة دور النجوم ومنافساتها، وأيضا تحديات كبيرة شاهدناها وإثارة ومتعة شاهدناها في دور النجوم. عودة للأمام بانطلاقة وتمريرة على اليسار، ولكن أقرب هي عند الحارس مهدي هاشم. من هناك بمتابعة حاضرة للكرة الماضية لتعود لمصلحة فريق نادي الموصل. إلى الأمام تلعب من جانب اللاعب رامي الوسماني اليماني من هناك، والإضافة القوية في تشكيلة جاسم سلطان، ومن الأسماء والعناصر التي يعول عليها المدرب جاسم سلطان في هذه الموقعة وفي هذا الدوري وفي هذه النسخة من منافسات بطولة الدوري. عودة للأمام على اليسار حسام كاظم الخبير والقادم من الكهرباء. عودة للأمام محاولة تمريره، ولكن متابعة حاضر أيضا وصافرة وخطأ على فريق نادي الكرخ في الكرة الماضية. عرقلة للاعب سيدريك ناكا اللاعب الكاميروني. من هناك المدرب أيمن الحكيم، الرجل الذي يدير ويقود ثالث محطة تدريبية له منذ الوصول إلى بلاد الرافدين، الرجل الذي درب نادي دهوك وأشرف على تدريب نادي القاسم ومنعهم من الهبوط وحافظ على تواجدهم في نهاية موسم 2024، وهو يعتبر إنجاز كبير يحسب لهذا الرجل. والآن المحطة الثالثة لهذا الرجل تدريب نادي الكرخ، الفريق الذي كما ذكرنا بأنه المعروف دائما بتقديم المواهب، المعروف دائما بصقل المواهب واستقبالها ورفض الأندية الجماهيرية والمنتخبات بالعناصر الشابة. ومن هناك جاسم سلطان 17 سنة أمضاها هذا الرجل لاعبا في صفوف غزال البادية نادي النجف، الرجل أيضا الذي طبعا يقود خامس فريق له كمدرب بعد أن أشرف أيضا على تدريب نادي القاسم في فترة من الفترات. درب أيضا نادي النجف، أيضا أشرف على تدريب نادي الديوانية ونفط الوسط عندليب الفرات بطل الدوري 2015. عودة في وسط الملعب لمصلحة نادي الكرخ عن طريق القائد من هناك مجتبى صالح على جهة اليمين، تمريرة إلى الأمام، متابعة حاضرة من جانب دفاعات نادي الموصل لمصلحة حسام. وصلت في وسط الملعب، متابعة واستعادة لعناصر فريق نادي الكرخ، واستعادة بعد ذلك من جانب القائد مجتبى صالح، وتأمين الكرة عند الحارس محمد شاكر. والمستويات الرائعة التي يقدمها هذا الحارس رفقة نادي الكرخ محمد شاكر. من هناك في كرة في موقف التسلل ينطلق حسام الدالي النجم السوري صاحب الخمسة أهداف عند الخطوط الدفاعية لنادي الكرخ، ومعها صيحات الجماهير والمؤازرة لأنصار الموصل، وأيضا حضور جماهيري لأنصار فريق نادي الكرخ. ولكن من هذه الجهة نعم جهة المدربين وتواجد عدسة الكاميرا التي توثق أحداث هذه المواجهة.
هذا هو علاء الدين الدالي، هذا هو اللاعب الذي تخاف الدفاعات، تخشى الدفاعات، قادم والمنطلق من نفط ميسان كأول محطة احترافية لهذا اللاعب في دوري نجوم العراق. مثل أيضا القرمة، مثل زاخو. الضربة الركنية من هناك لمصلحة رامي الوسماني لفريق الموصل، ترسل عالية، محاولة رأسية ولكن متابعة، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. فريق نادي الموصل يحاول وبارتقاء من جانب اللاعب موستن أو جوستن فيرني اللاعب الكولومبي يرتقي، ومن هناك جوزيف سلطان يعرف تماما خطورة الموقف والتواجد في المركز الخامس عشر. هذا المركز الذي بالتأكيد لا يطمئن الجماهير، لا يطمئن الأنصار، لا يطمئن الفريق، وأيضا إدارة النادي بأول ظهور لفريق نادي الموصل، الفريق الذي غاب عن دور النجوم في موسم 2011 بعد انسحاب ومغادرة حتى وصل إلى دور النجوم في هذا الموسم، وبغياب 14 سنة عن دور الأضواء. هذا النادي الذي قدم أسماء وعناصر كبيرة في دور النجوم. أيضا سنتطرق إلى مسيرة هذا الفريق التاريخية والرائعة، وأيضا الأسماء التي مثلت هذا الفريق. تتحدث عن عائد أسو، عن محمد فتحي ثعلب الكرة الموصلية، أيضا عن هوار ملا محمد، حارس محمد، الراحل علي أسامة، طارق الحجية الراحل، وأيضا اللاعب منها المشعل أحمد خلف، فواز حمودات، صهيب شاكر، وصفوان عبد الغني. من هناك العرضية، متابعة من جانب دفاعات نادي الكرخ، دفاعات الكرخ وإلى الأمام، وصلت وانطلقت في وسط الملعب، محاولة وتمريرة خطيرة ولكن متابعة حاضرة كانت من جانب دفاعات فريق نادي الموصل أمام هذا المد الهجومي الأصفر نحو مرمى مهدي هاشم. يتوجه من هناك الجراد الأصفر مفتشا باحثا عن الهدف الأول، ولكن متابعة من هناك صافرة وخطأ يشير لوجود حكم المواجهة السيد سالم عامر. خطأ للاعب محمد خالد. سلام لمحمد خالد كوفي، أداء مميز يقدم هذا اللاعب، 5 أهداف لهذا النجم، ثنائية في مرمى النفط، هدف في مرمى الكهرباء، هدف في مرمى دهوك، هدف في مرمى القاسم. بينما الجماهير حتى الآن المتفائلة، الجماهير السعيدة، الجماهير التي تنتظر فرحة الهدف الأول، تحدث عن جماهير نادي الموصل، وأيضا من هناك الكرخ بمن حضر، بأسماء، بعناصر، بمواهب، بمدربة الذي يسعى لتقديم أفضل ما لديه. كرة إلى الأمام، متابعة بالراس من جانب سيدريك ناكا في وسط الملعب، عودة مجددا من عناصر فريق نادي الكرخ إلى الأمام، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، مراوغة وحفاظ على الكرة، مستمر، تمريرة إلى الأمام على جهة اليمين، على الداني والانفراد والمحاولة والتسديدة. الله 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 الله، ولكن مصيدة التسلل بالمرصاد لتحرك الدالي، لانطلاقة السوري، لانقضاض نصر قاسيون على الكرة والمراوغة والتصويب والإنهاء المثالي والمميز من جانب علاء الدالي. ولكن راية والتسلل كان واضحا، نعم حالة التسلل واضحة جدا، ولكن الهدف كان جميلا، وأيضا المرور كان رائعا ومثاليا، وإنهاء مميز من جانب علاء الدين الدالي. 5 أهداف لهذا اللاعب لم تكن من فراغ، كان نتيجة لأداء مثالي ومميز. ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق الكرخ، ركلة جزاء للأصفر، مصحوب ببطاقة صفراء على سيدريك ناكا في الكرة الماضية، والإبعاد الخطير جدا، خطير جدا، بطاقة صفراء على الكاميروني، وركلة جزاء للأصفر، ركلة جزاء للكناري، نعم في منطقة جزاء، في منطقة الخطر، في المحظور، يقع اللاعب من هناك سيدريك ناجاه، وبتدخل غير قانوني غير شرعي بالمرة، بتدخل عنيف وإصابة للاعب فريق نادي الكرخ. نعم
ألف سلامة، ألف سلامة. لم نتابع الكرة الماضية من هو الذي سقط في منطقة جزاء وتسبب بركلة جزاء. أيمن الحكيم، سالم عامر، والحديث مع القائد حسام كاظم. مسيرة مميزة قضاها هذا اللاعب حسام كاظم. تحدث عن الموسم الماضي مع الكهرباء، بعدها التواجد رفقة أو قبل الذهاب إلى نادي الكهرباء، حضور المميز رفقة نادي الشرطة، التتويج ببطولة الدوري. يتخذ القرار من هناك نهائيا حكم المواجهة سالم عامر، وركلة الجزاء يتقدم لتنفيذها صهيب رعد يتقدم يبحث عن الهدف الأول في هذه الموقعة. صهيب يتقدم والتسديد، ولكن مهدي هاشم، مهدي يتألق، مهدي يتصدى، مهدي يؤجل التقدم ويحافظ على نظافة الشباك ويرفض الهدف الأول في هذه الموقعة. أي تصدي يا مهدي، انبرى لها، تألق وتصدى بكرة رائعة، بكرة مثالية. الكرخ من هناك يؤجل تقدمه ولا يسجل، يضيع ركلة الجزاء، يضيع فرصة التقدم في هذه اللحظات، وهي ثاني ركلة جزاء يضيعها فريق نادي الكرخ في هذا الموسم. هي ركلة الجزاء الثانية التي أهدرها نادي الكرخ في هذا الموسم. كرة من هناك، الضربة الركنية مع خطورة صفراء لنادي الكرخ مستمرة حتى الآن. نعم، محمد خالد كوفي ضيع ركلة جزاء في الجولة الرابعة أمام نادي النفط في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2، وعلى الرغم من تسجيل محمد خالد كوفي الهدفين لفريق نادي الكرخ إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90. هل تقدم مهدي؟ هل تجاوز مهدي خط المرمى؟ هل تقدم وتجاوز خط المرمى قبل التنفيذ؟ يبدو لي بأن هناك إعادة. هل ستكون هناك إعادة لركلة الجزاء؟ سننتظر. أميد مصطفى يتواجد في غرفة الفار، هو من يتحدث مع سالم عامر، هو من يعاين اللقطة، هو من يتابعها، هو من يشاهدها. ومن هناك الإعادة من هناك لركلة الجزاء. يبدو لي بأن فرصة عدم إهدار ثاني ركلة جزاء للكرخ ستعود من جديد. جاسم سلطان غير راضي، غاضب تماما على إعادة ركلة الجزاء. نعم، مهدي هاشم تجاوز خط المرمى قبل تنفيذ وركل قدم صهيب رعد لي الكرة. من هناك كرة الماضية التي أهدر من خلالها صهيب رعد ركلة الجزاء، والتي تصدى لها الحارس مهدي هاشم. وفي النهاية حكم المواجهة من هناك، حكم المواجهة سالم عامر يقوم بإعادة ركلة الجزاء بداعي تجاوز مهدي هاشم خط المرمى والتحرك قبل التنفيذ. ويأتي الدور الآن على حسين زياد، هو من سينفذها. حسين زياد هو الذي سيلعبها في هذه اللحظات. ومن هناك بطاقة صفراء، بطاقة حمراء لجاسم سلطان. تتعقد المهمة أكثر على فريق نادي الموصل. بطاقة حمراء تشهر من هناك قبل ربع ساعة من مرور طبعا هذا الوقت، قبل ربع ساعة من بداية، ومرور ربع ساعة أقل على بداية المباراة. بطاقة حمراء الآن لجاسم سلطان تصدم الجماهير. بطاقة حمراء تعقد المسألة والمهمة على فريق نادي الموصل. مشاهدينا الكرام والمتابعين في هذه اللحظات، ننتظر ونتابع فريق نادي الموصل في ظروف صعبة جدا. المركز الخامس عشر في أول ربع ساعة، ركلة جزاء، بطاقة حمراء
للمدرب جاسم سلطان. هذه الكرة التي ستعاد، هذه ركلة الجزاء التي ستعاد. نعم، تحرك للحارس مهدي هاشم قبل لمس قدم صهيب للكرة. سالم عامر، هي الركلة الخامسة طبعا، ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم التي يشير لها الحكم سالم عامر. جاسم سلطان من هناك يرفض المغادرة، حتى الآن مصدوم هذا القرار. نعم، هذه المرة علي قاسم هو من سينفذها. علي قاسم هو من سينفذ ركلة الجزاء. 28 سنة لهذا اللاعب القادم من نفط الوسط، والذي مثل فريق نادي الميناء، يلعب مباراة ثامنة هذا الموسم كلاعب أساسي في صفوف الكرخ. علي قاسم يتقدم من هناك للهدف الأول. نعم، الهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة الكرخ. الكناري يحلق هنا في ملعب شرار حيدر، يحلق عاليا، يدون أول الأهداف، يسجل بعد إعادة لتنفيذ ركلة الجزاء. نعم، القانون في هذه اللحظة نعم ينصف ويعطي فرصة لفريق نادي الكرخ لتسجيل هدف الأسبقية، لتسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء. الهدف الأول يأتي، الهدف الأول يسجل، الهدف الأول بإمضاء اللاعب علي قاسم الذي يسجل أول أهدافه هذا الموسم. صنع هدف، نعم صنع هدف في مرمى فريق نادي القاسم في الجولة الثانية. الآن يعود ليسجل، وأي تسجيل وأي هدف بتوقيت مثالي وبتوقيت رائع. فريق نادي الموصل يستقبل الآن الهدف الأول، وهو الهدف نعم في هذه المباراة الأول، ولكن هو رقم 12 في مرمى الموصل هذا الموسم. بينما نادي الكرخ يسجل الهدف رقم 13. عودة لحارس المرمى مهدي هاشم في وسط الملعب، الكرة تعود إلى خارج أرضية الميدان، رمية جانبية. الكرخ يسجل الأسبقية، الكرخ يتقدم في هذه اللحظات. ركلة جزاء تسبب بها لاعب سيدريك ناكا، لكن جماهير الموصل الآن المسؤولية تكبر أكثر وأكثر. نعم، بعملية المساندة والدعم للفريق في هذه طبعا الوقت الصعب جدا، في هذا التوقيت الصعب على الفريق بمغادرة مدرب بالبطاقة الحمراء. رمية جانبية في هذه اللحظات تعود. سالم عامر من هناك يتحدث مع أوميد مصطفى حكم الفار. كرة تعود، خطأ لمصلحة اللاعب سيدريك. سيدريك يخطأ بها سيدريك، وعلى اليسار عادت وانطلقت لفائدة الكرخ. يحاولون يقتربون يفتشون عن الهدف الثاني، العرضية، ولكن الدفاع والمتابعة من سيدريك. المتابعة من اللاعب الذي تسبب بهذه الخطورة، من اللاعب الذي تسبب بهذه الانطلاقة، من اللاعب الذي أخطأ بها. نعم، ينطلق ويحاول اللاعب يونس حمود، وفي النهاية مرة تحولت إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية في هذه اللحظات، ترسل عالية. سالم عامر يوقف اللعب، إعادة تنفيذ لضربة الركنية. بينما صهيب من هناك، والمراقبة اللصيقة من جانب اللاعب كودي سيرجيس، يراقب تحركات أبرز وأخطر مهاجمين في دورين. نتحدث عن اللاعب محمد خالد كوف. من هناك من الأبرز ومن الأفضل حتى الآن الضربة الركنية، ولكن حتى الآن ننتظر سالم عامر
حتى الآن لم يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الضربة الركنية. هناك حديث، هناك طبعا نقاش كرة الماضية، ولكن أين الإعادة لمشاهدة الكرة الماضية؟ سالم عامر 7 مباريات هذا الموسم، أشهر 24، ومع مباراة اليوم 25 بطاقة صفراء حتى الآن، وبطاقة حمراء واحدة للاعبين، وهذه هي البطاقة الحمراء الأولى التي يشهرها الحكم سالم عامر بوجه المدرب. وهي ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم التي يشير لوجودها حكم المواجهة سالم عامر. هذه الكرة الماضية، هل هناك ركلة جزاء؟ ربما هناك ركلة جزاء ثانية في المباراة، وأيضا للكرخ، أيضا هناك ربما ركلة جزاء لفريق نادي الكرخ. سننتظر القرار الأخير والأكيد لحكم الفار أميد مصطفى، الرجل الذي يراجع ويتابع ويعاين الحالة حاليا في الشاشة الصغيرة. وينتظر الفريقين ربما الأخبار السارة ركلة جزاء لفريق الكرخ، أو الأخبار السعيدة لفريق نادي الموصل بأن هناك ضربة ركنية وليس هناك ركلة جزاء، وهذا ما يقلل الأضرار والمعاناة. أيضا يقلل من حجم المشكلة. يذهب سالم عامر للمعاينة بنفسه، يذهب سالم عامر لمشاهدة الحالة بنفسه من هناك، لمتابعة الكرة، لأنها صعبة ربما المعاينة الأولى لركلة الجزاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا المتابعين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، هنا فريق نادي الكرخ يتقدم بهدف أول من علامة الجزاء عن طريق اللاعب علي قاسم، وربما الآن علامة الجزاء يعود إليها فريق نادي الكرخ مجددا لإضافة الهدف. هل كان هناك دعس جانب اللاعب سيدريك ناجا أو اللاعب جوسين فيرني؟ كانت هناك عملية دعس على قدم اللاعب يونس حمود الذي انطلق في الكرة الماضية وبعرضية، وهناك دعس. من ناحية الدعس هناك نعم عملية دعس وملامسة جانب اللاعب جوسين فيرني مدافع فريق نادي الموصل في هذه اللحظات. هذه المعاينة أكثر من مرة، المعاينة المستمرة والإعادة المستمرة لهذه الحالة لهذه الكرة، وربما سيمنح سالم عامر ركلة جزاء. نعم، ربما يترتب على هذه الحالة ركلة جزاء ثانية لفريق نادي الكرخ، ثانية في المباراة وثالثة في هذا الموسم لنادي الكرخ. ضيع ركلة جزاء أمام النفط، سجل الآن ركلة جزاء، وفي طريقة ربما للركلة الثالثة في هذه الموقعة. هذه الكرة الماضية يعود من هناك الحكم سالم عامر بعد معاينة شخصية بنفسه للكرة الماضية. من هناك يبتسم باستغراب جوسين فيرني على الكرة الماضية، المدافع الكولومبي جوسين ميدراندا فيرني، 24 سنة هذا اللاعب، قادم من نادي ديبارتيفو بيريرا. ومن هناك ركلة جزاء ثانية، ركلة جزاء ثانية للكرخ، ركلة جزاء في وقت رائع للكرخ، في وقت غير رائع لفريق الموصل، في معاناة مستمرة، في معاناة ومصاعب تزداد أكثر وأكثر على فريق نادي الموصل. ركلتي جزاء وطرد لمدرب الفريق
ومعاناة تصعق نعم بها جماهير فريق نادي الموصل، وتعصف بفريق نادي الموصل أيضا في أقل من نصف ساعة. مرت على عمر المواجهة، مرت على عمر المواجهة. من هناك التقدم والتسديد، الله 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 الله. نعم، محمد خالد كوفي يعود ويسجل، يدون الهدف الثاني ويعوض إهدارا لركلة الجزاء في الجولة الرابعة أمام النفط، ويدون إنه زمن التعويض، زمن التدوين والتسجيل والارتقاء وتحقيق الانتصار والارتقاء في جدول الترتيب. فريق نادي الكرخ يتوهج ويسجل، والكناري يحلق في العاصمة بغداد، هنا في ميدان شرار حيدر، هنا في ميدان الراحل، بتسمية جديدة لهذا الملعب. نعم مشاهدينا الكرام، الكرخ وفي يوم استثنائي يدون الهدف الثاني من أجل ارتقاء في سلم الترتيب، من أجل انتصار، نعم انتصار خامس لفريق نادي الكرخ. مشاهدينا الأكارم، إذن الكرخ يتقدم، الكرخ يبدع، الكرخ من هناك يحقق ويدون ويسجل ثاني أهداف المباراة. كرة في وسط الملعب لنادي الكرخ، جماهير الموصل الآن وكأن الهتافات خفضت، الصيحات وأناشيد وعبارات الدعم والمؤازرة ربما قلت، انخفضت، والفريق بالتأكيد جراء هذه الصدمة، جراء ما يحدث في هذه اللحظات، الارتقاء من هناك من حارس المرمى، متابعة للأمام، لعلها أغرب مواجهات الدوري حتى الآن. الركلة نعم من هناك، ركلة الجزاء الثالثة في المباراة، والأولى للموصل، والأولى لفريق نادي الموصل في هذه المواجهة. أي لقاء، أي مباراة، إنها ربما مباراة الحسم من علامة الجزاء، من علامة الجزاء بالتأكيد، ومباراة السقوط في المحظور من دفاعات الفريقين. هذه الكرة الماضية على الدالي ومحاولة المرور والتدخل من جانب اللاعب حيدر أحمد، حيدر يتدخل، حيدر من هناك، وركلة جزاء يشير لوجودها حكم المواجهة سالم عامر، وهي ركلة الجزاء السابعة التي يشير لوجودها حكم المباراة سالم عامر. حسام كاظم هو على التنفيذ، الركلة نعم من هناك الخامسة، ركلة الجزاء الخامسة لفريق الموصل هذا الموسم. وأيضا علاء الدالي يتقدم للتنفيذ، سجل 5 أهداف هذا الموسم، هدفين من ركلة جزاء، هدفين من علامة الجزاء، ربما الهدف السادس والثالث من علامة الجزاء. السوري يتقدم، والهدف الأول للموصل، الهدف الأول لنسور الحدباء، الأحمر يسجل، يقلص من هناك يقلل الأضرار والصدمات والمشاكل في هذه الموقعة بعد طرد مدربه وركلتي جزاء. ومن هناك علاء الدين الداري السوري يقلص الفارق، السوري يدون الهدف الشخصي السادس له هذا الموسم، نعم والأول في هذه المباراة. ومن علامة الجزاء ثالث الأهداف في المباراة من علامة الجزاء في أقل من نصف ساعة، مرت وانقضت على عمر المواجهة. مشاهدينا الكرام، الموصل بمن حضر من الأسماء
والعناصر التي قدمت وأبدعت حتى وصلت بالفريق إلى دور النجوم، وأيضا بقيادة مدربهم المدرب جوزيف سلطان، الرجل الذي قادهم إلى دور النجوم، الرجل الذي حلق بهم إلى دور الأضواء، عاد بهم من جديد بمنافسات شرسة أمام أفضل وأجمل وأبهى منافسة هنا احترافية في دور المحترفين. جماهير الموصل والفرحة التي تعود إلى مدرجات ملعب اللقاء، الفرحة التي تعود إلى مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر هنا، ومن جانب جماهير الموصل المؤازرة والعاشقة والمتيمة بعشق الفريق، يدونون يبدعون ويسجلون الهدف الأول في هذا اللقاء. الهدف الأول لهم في هذا اللقاء. كرة إلى الأمام، وصلت بالراس، وصلت من عناصر فريق نادي موصل في هذه الدقائق. كرة إلى الأمام، تمرير على الجهة اليمين، محاولة خطيرة. الله بذكريات العودة إلى دور النجوم، نسور الحدبة من جديد يعادلون، يعودون بالمباراة إلى نقطة البداية، إلى نقطة الانطلاقة. هدف التعادل بانطلاقة، بتصويبة سامر محسن. سامر يدون، سامر يعود، سامر يعود بالأحمر من جديد، بالتمريرة جات من الخلف من الدفاعات، وبالسلام من جانب الدالي الذي مررها على اليمين، وتصويبها الله 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 الله، صدمت الجميع، فاجأت الجميع من المدافع، نعم من هناك اللاعب حيدر أحمد، ومن حارس المرمى محمد شاكر. سامر يسجل، يحلق، يعادل النتيجة. أي مباراة وأي إثارة، أي منافسة رائعة في أول نصف ساعة. مباراة نعم غريبة عجيبة، بسيناريو غريب، بسيناريو رائع. إنه دور النجوم، ربما الثالث ليس بالغريب والبعيد أن نشاهد هدفا ثالثا، هدفا آخر هنا في هذا اللقاء. نعم مشاهدينا الكرام، في سيناريو غريب وعجيب جدا. عن ماذا نتحدث؟ عن ماذا نصف؟ عن سيناريو ركلتي الجزاء التي منحت لفريق نادي الكرخ في أول 25 دقيقة، وبعدها وفي ظروف دقيقتين أو أكثر سجل فريق نادي الموصل أيضا من علامة الجزاء هدف التقليص، ثم سامر محسن هدف التعادل في نصف ساعة من نار، في نصف ساعة إثارة ومتعة تطغو من هناك، تطغي على ميدان المنافسة وتهيمن على أجواء هذا اللقاء. وجماهير الموصل عادت من جديد، عادت السعادة والروح إلى قلب الجماهير، إلى قلوب المناصرين، إلى قلوب العاشقين المؤازرين. تمريرة للأمام على الجهة اليمين للوصماني، يحاول، ترك من هناك، والمحاولة مستمرة حتى الآن على اليمين، عرضية ولكن متابعة حاضرة من جانب دفاعات فريق نادي الكرخ، وإلى الأمام عادت ووصلت في وسط الملعب. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق نادي الموصل على الجهة اليمنى. الأحمر يطمح، يبحث، يريد أن يقلب الطاولة إلى التقدم، إلى انتصار، لأنه مطالب من الأنصار والعاشقين بتحقيق الانتصار، ومطالب بمكافأة الجماهير على الحضور الكبير وتحدي الطقس البارد والمسافات البعيدة، والتواجد هنا في مدرجات ملعب اللقاء، ملعب الكابتن شرار حيدر. الموصل ب11 نقطة فقط، 3 انتصارات، تعادلين و4 هزائم، سجل حتى الآن 11 هدف واستقبل 13 بظهور أول منذ غياب استغرق 14 عام. كرة على جهة اليمين، سالم عامر وبطاقة صفراء
بطاقة صفراء من هناك. لمن البطاقة الصفراء؟ سنشاهد، سنعاين، ننتظر. أحد المتواجدين من هناك طاقم التدريب، بطاقة صفراء مع تحذيرات من حكم المواجهة السيد سالم عامر، الرجل الذي لا يتردد بإشهار البطاقات الصفراء وتحذير اللاعبين بقرارات صارمة يتحلى بها هذا الرجل. بينما جماهير نادي الموصل حتى الآن تستمر بالمؤازرة والدعم المستمر. عودة من جديد، مخالفة لمصلحة رامي الوسماني. اليماني من هناك على تنفيذ هذا الخطأ، اليماني من هناك على تنفيذ هذه المخالفة التي تحمل معها آمال الجماهير العاشقة الباحثة عن التقدم. ترسل عالية، محاولة بالراس وبعدت وتخلصت من هناك، خلصت من المدافع أو لاعب مصطفى رميض. الكرة الماضية يبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية للموصل. يقلب الطاولة الآن، هو الذي يهاجم، هو الذي يبحث عن هدف التقدم، هو الذي يريد الانتصار بعد التأخر بهدفين، بفارق هدفين. حسام كاظم الخبرة، ترسل كرة عالية، محاولة بالراس تتخلص من جانب الدفاع. عودة مجددا، الاستلام وإلى الأمام بانطلاقة سريعة عن طريق اللاعب مصعب جمال. مصعب من هناك والتخلص من دفاعات فريق نادي الموصل لخارج أرضية الملعب. عاد وإنقاذ من دفاعات الموصل، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو صاحب هدف التعادل، لاعب سامر محسن قادم من نفط الوسط، اللاعب الذي مثل القاسم في فترة من الفترات أيضا. 31 سنة لهذا اللاعب، هذا اللاعب الذي بالتأكيد سيزداد حبا من جانب الجماهير والأنصار على هدف التاريخ الذي لا ينسى، هدف التعادل الذي عاد بفريق الموصل إلى المنافسة، إلى البداية والانطلاق. عاد بفريق الموصل إلى التحدي من جديد. سنتابع أيضا هناك إصابة للاعب جوسين فيرني الذي تسبب بركلة الجزاء الثانية والهدف الثاني لفريق نادي الكرخ. كرة إلى الأمام، ترسل متابعة من جانب الدفاعات عن طريق عناصر فريق نادي الكرخ. إلى الأمام ترسل في وسط الملعب على جهة اليسار، متابعة من جانب الدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. نقلت الكرة وبعدها تحولت إلى رمية جانبي. هذا هو ناكا، سيدريك ناكا، والجماهير تعود من جديد، تعود نعم بتفاعلات كبيرة، تفاعل رائع هنا في مدرجات ملعب اللقاء. الأنصار العاشقين نعم يستمرون بترديد عبارات الدعم والعشق والمؤازرة والتشجيع للفريق. عودة من هناك من دفاعات فريق نادي الموصل باتجاه اللاعب علاء الدين الدالي، ومن أمام دفاعات فريق نادي الكرخ الحذرة، من أمام هجوم شرس رائع وخطير. نتحدث عن هجوم فريق نادي الموصل. كرة للأمام تنقل على جهة اليمين لفريق نادي الموصل أولياء الكرخ في وسط الملعب. نقلة من هناك وعملية الاستلام والتمرير على جهة اليمين إلى الأمام، المحاولة العرضية، الاستلام والتحضير، ولكن من هناك
من هناك متابعة حاضرة من جانب دفاعات فريق نادي الكرخ وإلى خارج أرضية الملعب. دفاعات الموصل حاضرة ومرابطة، من هناك تدافع، تصمد وترد وتمنع المرور الأصفر، الخطورة الصفراء التي مرت وسقطت أمامها دفاعات نادي الموصل بالمحظور بركلتي جزاء. كرة للأمام، حسام كاظم بالراس أبعدت من جانب مجتبى صالح. مجتبى وإلى الأمام، تعود مجددا لنادي الكرخ، تمريرة على جهة اليسار ولكن طالت الكرة وعادت من هناك لفريق نادي الموصل. تعود للأحمر، لدفاعات الأحمر من جديد ترسل إلى الأمام. عملية الاستلام، الإبعاد من دفاعات نادي الكرخ في وسط الملعب، تمريرة على جهة اليمين، انطلاقة إلى الأمام، محاولة البحث عن العرضية والاستعادة للكرة ولكن نعم استعادة هذه المرة شرعية، لا وجود صافرة سالم عامر. عرقلة للاعب مصعب جمال، عودة إلى الأمام على اليسار، الأحمر يحاول عودة للموصل، يحاولون يقتربون أمام دفاعات صفراء مرابطة يبحثون. كرة عادت إلى الأمام لنادي الكرخ، سقوف في وسط الملعب، استعادة أيضا، سرعان ما يكتسبون سرعان ما يفتقدون. نتحدث عن ما يقدم لاعبو الفريقين. استلام الكرة والقطع، استعادة الكرة وسرعان ما يفتقدها. عودة في وسط الملعب، تمريرة في أقصى اليمين، متابعة حاضرة من دفاعات نادي الموصل عن طريق لاعب بيدي كودي سيرجيس إلى الأمام، تخلص من جانب الدفاع والاستعادة عند حارس المرمى محمد شاكر. مميزة قدمها محمد شاكر مع فريق الزوراء، مع فريق زاخو نفط الوسط. القوة الجوية، التتويج مع الصقور، نعم القوة الجوية بلقب كأس العراق لموسم 2023. كرة في وسط الملعب، عودة لنادي الكرخ، المدرسة الكرخية، نعم الفريق الذي اعتاد دائما على صقل المواهب والأسماء، صقل العناصر الشابة والطامحة في عالم المستديرة. عودة للأمام، الإبعاد من هناك من جانب الحارس مهدي هاشم والدفاعات لفريق نادي الموصل، تمريرة خاطئة وإلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب أكرم رحيم. رمية جانبية لفريق نادي الكرخ على جهة اليمين، تمريرة، تسليم واستلام وعرضية ولكن الدفاع لا زالت حاضرة حتى الآن، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب حيدر أحمد وإلى ضربة مرمى لفريق نادي الموصل. ضربة مرمى هي الحارس مهدي هاشم قادم من فريق نادي الكرخ أمام فريق السابق يلعب من هناك. لاعب الحارس الذي مثل أيضا أربيل، مفت ميسان، الديوانية، الصناعات الكهربائية وأمانة بغداد. مباراة واحدة بشباك نظيفة كانت أمام نادي الطلبة. إذن القاسم ينهي الشوط الأول متأخرا بهدف واحد أمام نادي الطلبة. التعادل السلبي ينهي أحداث الشوط الأول بين فريقي أربيل والقوة الجوية. فريق نادي الكرخ قادم من تعادل بطعم الانتصار مع فريق نادي زاخو في آخر أيام السنة الماضية. تعادل 1-1 في ملعب زاخو في بيئة وأجواء وطقس لم يعتد عليه فريق الكرخ بعد هطول الثلوج. من هناك الإبعاد من جانب الدفاع، نعم طول الثلوج واكتساء أرضية الملعب بالثلوج، هذا ما أثر سلبا على اللاعبين. فريق نادي زاخو معتاد على هكذا أجواء،
على هكذا الطقس، ولكن فريق نادي الكرخ بالتأكيد لم يعتد على هكذا أجواء، أيضا بسبب صغر سن لاعبيه، أيضا بسبب الطقس الذي اعتاد على أن يتواجد وينافس فيه، ولكنه حقق التعادل 1-1 عن طريق يونس حمود علاء. سجل هدف التعادل لفريق نادي الكرخ. الدقائق الأخيرة عودة للأمام في وسط الملعب، طلقة سريعة على جهة اليسار، يحاول ويعود من هناك معين أحمد لمصلحة عناصر فريق نادي الموصل. إلى الأمام يتقدم، تمرير عن جهة اليمين، سامر محسن إلى الأمام، سامر يحاول التمرير، التسديد عن طريق علاء الدين الداري، يصوب إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب، مرت بسلام تصويبة ومحاولة علاء الدين، بينما مجتبى صالح والحديث مع اللاعب أو الحارس زميله محمد شاكر. فريق نادي الموصل قادم بالتعادل سلبي مع نادي الطلبة، أيضا نفس اليوم الذي تعادل به فريق نادي الكرخ مع زاخو، وهو آخر أيام السنة الماضية 2025. 4 لقاءات جمعت الفريقين تاريخيا، لقاءين في موسم 2003 الملغي، ولقاءين في موسم 2010-2011 آخر مواسم، طبعا آخر المواسم لفريق نادي الموصل. كرة في وسط الملعب، عودة من جديد لفريق نادي الكرخ. إذا قمنا باحتساب المواسم الملغية ف4 مواجهات جمعت الفريقين، انتصارين للكرخ، انتصار للموصل، وتعادل 1 فقط، ولكن تم إلغاء عدم اعتماد نتائج الموسم الأول، موسم 2003 2002 و2003، وهو أول المواسم الذي التقى به الفريقين. موسم 2002 الانتصار للموصل 1-0، بعد الانتصار للكرخ 2-1، وتم إلغاء الموسم. لكن آخر النتائج المعتمدة موسم 2011 الرابع من ديسمبر من عام 2010 التعادل السلبي بين الفريقين حدث، وفي 20 مارس 2011 انتصار للكرخ 2-1، وهو آخر لقاء جمع الفريقين في منافسات بطولة دور النجوم. 11 دقيقة كوقت محتسب بدلا للضائع. من هناك يضيف حكم المباراة بعد توقف المباراة طويلا بسبب ذهاب اللجوء لتقنية الفار والسقوط الكثير بجانب اللاعبين. وفي النهاية هدفين لكل فريق، الحصيلة في شوط المباراة الأول. الضربة الركنية من هناك المحاولة، وهي الثالثة للموصل أمام ضربتين ركنيتين لفريق نادي الكرخ. كرة على اليسار، متابعة حاضرة من جانب دفاعات الموصل إلى خارج أرضية الملعب، تحولت من جانب اللاعب دير كودي سيرجيس العاجي. من هناك حاولها جانبية لحسين زياد والمتابعة مجددا. الحسين إلى الأمام، يحاول يبحث ويفتش، يمر باتجاه اللاعب حيدر على جهة اليمين باتجاه اللاعب علي قاسم. استلام في وسط الملعب لعناصر فريق نادي الكرخ في وسط الميدان من جانب مجتبى صالح. إلى الأمام، متابعة حاضرة، متابعة من جانب الدفاع وإلى الأمام في وسط الملعب، عودة إلى الأمام، وصلت لفائدة الأحمر للموصل. التعثر، الاستعادة، التمرير، المتابعة لمشوار فريق الموصل الذي يصل إلى الجولة العاشرة، ومن خلال فريق نادي الموصل يطمح لتحقيق الانتصار الرابع هذا الموسم.
كرة للأمام، تابع على جهة اليمين، أمامية الكرة بالراس، صدام. ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة للاعب صهيب رعد. صدام بين صهيب ولاعب بيدي كودي. الكرة الماضية إصابة خطيرة وقوية. ألف سلامة للاعب صهيب. صهيب رعد قادم من نادي الطلبة، المباراة الثامنة هذا الموسم، غاب عن التسجيل، فقط صنع هدف في مرمى نادي دهوك في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين في جولة ثالثة مثيرة. انتصر الكرخ 3-2، انتصار مثير جدا حققه فريق نادي الكرخ وفي ملعب دهوك. كرة للأمام، يحاول الآن فريق نادي الكرخ وباختبار صعب آخر أمام فريق نادي الموصل الذي يمتلك من الشراسة والخبرة والتحدي والشغف الكبير. كرة للأمام، التحضير، التسديد، ولكن كان بالإمكان أكثر بكثير مما كان. تصويبة بعيدة خارج أرضية الملعب من جانب اللاعب حسين زياد. غدا 5 مواجهات في منافسات بطولة دور النجوم. نوروز يستضيف النفط، 3 مباريات في تمام الساعة 4. نوروز يستضيف النفط، نفط بيسان يستضيف ديالا، الميناء يستضيف الكهرباء. وتختتم منافسات الجولة 10 بمواجهتين. تمام الساعة 6:30 الزوراء يستضيف الغراف، القرمة يستضيف النجف. تابعة من جانب اللاعب سيدريك نقا، رمية جانبية للأمام، محاولة خطيرة ودخول تسديد. الله الله على التمرير والتوغل والمرور من جانب يونس حمود. يونس يحاول يتقدم، عودة من جديد، مجتبى صالح، حسين إلى الأمام، حسين قاسم يحاول، حسين زياد وإلى خارج أرضية الملعب بين حسين زياد ومحمد خالد، والنقلات المستمرة، عودة إلى الأمام. دقائق تبقي من الوقت الإضافي، كلف من 11 دقيقة 11 دقيقة نعم إضافية. طرأت على أحداث المباراة توقفات كثيرة، سقوط اللاعبين، تعرضهم للإصابة واللجوء إلى تقنية الفار، بينما قميص اللاعب علي قاسم الملطخ بالدماء التي تدلل على فدائية وروحية هذا اللاعب وعشقه للشعار ودفاعه عن الألوان، ولو اكتست نعم قمصانه بالألوان الحمراء بألوان الدم. كرة للأمام، نعم، وإن تلطخت قمصانهم بدماء، بصدامات، بإصابات. عودة على اليسار لفريق الموصل، تمرير إلى الأمام، متابعة على اليسار من عناصر الأحمر الطامح، المتحدي، الباحث، الممرر. كرة للأمام، يحاول من هناك فريق الموصل، وحسام كاظم يحاول وإلى ضربة مرمى. رائعة المواسم التي قضاها اللاعب حسام كاظم رفقة فريق نادي الشرطة، تتويج بلقب الدورة موسم 2019، بكأس السوبر مع الزوراء 2021، اللاعب الذي مثل نفط البصرة، أربيل، القوة الجوية، النفط والكهرباء والموصل والزوراء أيضا، في محطة رائعة قضاها هذا اللاعب. كرة إلى الأمام على جهة اليمين، محاولة لفريق الكرخ، يحاول يقترب من هناك. توديع الشوط الأول مرهق متعب، شوط كبير ومثير ورائع والصعب على الفريقين، صعب على الفريقين. كرة إلى الأمام، تمريرة من جانب سامر،
محسن الذي عاد بالمباراة إلى نقطة البداية، إلى نقطة الانطلاق. تمرير على اليسار، الراس، الاستقبال، التصويب، الله 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 الله. ولكن دفاعات الموصل لا تريد أن تسقط بالمحظور للمرة الثالثة ثابتة. هكذا تقول الدفاعات، هكذا تقول نعم دفاعات مرابطة متواجدة من هناك، تمنع مرور الكناري وتمنع عبور الأصفر وأسلحة الأصفر الطامحة والباحثة عن استعادة السيطرة على المباراة، استعادة السيطرة على المواجهة. تمرير إلى الأمام، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، عودة من جانب الموصل، من دفاعات الأحمر، من جانب اللاعب جوسين فيرني إلى الأمام. تمريرة في وسط الميدان، سامر محسن والاستلام، سامر لسيدريك، بيرجيس يحاول يتابع، ودفاعات الكرخ حاضرة ومتابعة إلى الأمام. عودة من جانب اللاعب علي قاسم والمتابعة من دفاعات الموصل، عودة إلى الأمام من جديد من متابعة مستمرة وشغف كبير وإرادة يمتلكها الفريقين للبقاء منافسا متحديا في مباراة صعبة على الفريقين بسبب الموقف الحالي للفريقين، الكرخ بالمركز التاسع والموصل بالمركز الخامس عشر، الذي بالتأكيد لا يطمئن الجماهير من خلاله. الكرخ في المراكز الدافئة عند المركز التاسع، ولكن يختلف ويتغير الترتيب مع تغيير النتائج، مع تغير النتائج التي تطرأ على المباراة. عرضية من هناك مرت وعادت من جديد لدفاعات فريق نادي الكرخ. الكرخ الآن تجمد رصيد عند النقطة 16. كرة للأمام، أيضا فريق نادي الموصل بالمركز الخامس عشر بنقطة طبعا ب 12 نقطة إلى الأمام. الاستلام، المتابعة، ولكن من هناك في موقف تسلل لاعب بيرجيس في اللقطة الماضية. إذا مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، متتبعي شبكة طبعا الإعلام العراقي وقنواتها الناقلة الحصرية لمنافسات بطولة دور النجوم. الشوط الأول ينتهي بالتعادل 2-2 لفريقي، نعم بين فريقي الكرخ والموصل. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، بعد الاستراحة الحسم والمنافسة تؤجل إلى فصل آخر. دمتم بخير والسلام عليكم.
بهذا العريق نعم تتغنى وتنشد وتتفاءل بهدف الأول. الله 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 الله، نعم تتفاءل بأول الأهداف، يدركون هدف التقدم، يدركون هدف أول، هدف الأسبقية يأتي ليكافئ الجماهير على هذه الفرحة الكبيرة، ليكافئ الجماهير على هذه نعم العبارات والدعم المتواصل والحضور الكبير للبرتقالي، لمؤازريه، لداعميه، لمشجعيه في هذه الموقعة. أيمن محمود يرتقي، أيمن من هناك يرتقي ويسجل أول الأهداف. نعم هدف أول من هناك جاء من كرة عرضية، من كرة ثابتة ولعبت بشكل العرضية، يرتقي ومن هناك يبصم على أول الأهداف ويكسر هذا الصمت، هذا التعادل، وأخيرا يدرك أول الأهداف بعد محاولات، بعد فرص، منها من تألق بالتصدي ولمنعها مصطفى جاسم في مدرجات ملعب اللقاء بين محسن يونس. جول جول جول، الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي ديالا، يواصل هذا التألق، يواصل من هناك أيمن صفاقسي يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أول أهدافه مع فريق نادي ديالا، أول أهدافه في بلاد الرافدين بعد مسيرة احترافية. نعم يسجل ويدون أيمن أول أهدافه نعم في المباراة وفي الدوري، وثاني أهداف فريق نادي ديالا في هذه المواجهة. نعم فريق نادي ديالا يواصل التألق، ومن هناك نادي القاسم يعاني حسين يونس في اللحظات التي كنا نشاهد بها صورة لفرحة الجماهير ونصف بها الفرحة الكبيرة في مدرجات ملعب ديالا، حتى جاء حسين، حتى مر حسين من حسين محسن نعم ومرر لأيمن الذي لم يتأخر ويتردد هنا في مكان خطير. اياد من هناك تسديده، والثالث لمصلحة ديالا، الثالث في هذه اللحظات، وسط صدمة وفرحة بنفس التوقيت في مدرجات ملعب المباراة. نادي ديالا يوقع على ثالث الأهداف قبل نهاية الفصل الأول، الثالث للأبيض، الثالث نعم لفريق نادي ديالا في هذه اللحظات بكرة ثابتة من اياد، يوقع على أول أهدافه في المباراة، والثالث نعم لفريقه والثاني له في هذا الموسم بكرة ثابتة يجمد من خلالها حارس المرمى عاجزا متفرجا أمامها. مصطفى جاسم يتفرج على ثالث الأهداف وعلى أصعب الفترات، وبذلك الآن هذا هو باختيار كوسيموف. الله يا ساتر يا ساتر، تصويبه من أوزبكستان لباختيار كوسيموف يسجل أول أهداف اللقاء، هدف بغدادي بأقدام أوزبكستانية. نعم هدف جميل لأسود العاصمة. هنا أمانة بغداد، نحن نقارع الكبار وسنثبت ذلك للجميع. هنا أمانة بغداد. نعم لم يكن الانتصار على الطلبة صدفة، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار
كوسيموف. الله الله الله، باغتت أحمد باسل، كرة ساقطة جميلة، نعم غيرت نعم الرياح مجرى الكرة، وكانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويبة وأي هدف وأي مفاجأة وأي سبرايز قدمها أمانة بغداد على الشرطة، وازدادت الصعوبات على القيثارة الخضراء. ينتظرون الآن فريق الشرطة أن يعدلون النتيجة. بالكرة من الطرف الأيمن لا زالت إلى دومينيك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ لا يوجد تسلل. نعم المواس لم يكن متسللا، وحسين علي ما كذب خبر، وكرة سجلت لهدف التعادل. هدف التعادل يصل بهذه اللحظات، هدف مقابل هدف. شوط أول مميز ما بين الطرفين. تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟ هي ليلة الأوزبكي، كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه، وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت، محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد شوف، هي بدأت من فلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية. يا عيني باختيار كوسيموف يسجل ثاني أهداف أسود العاصمة. ثاني أهداف أمانة بغداد من أجل الوصول إلى لقب يطمح به من خلال جماهير القوة الجوية، الوصول إلى ما يتمناه. وغورغيس، بيتر غورغيس يسجل أول أهداف المباراة. صقور الجبال الآن تحلق في ملعب المدينة على حساب صقور العاصمة، وهدف أول عن طريق بيتر غورغيس يسجل هدف أول، هو رابع أهدافه خلال هذا الموسم مع دوك، بعدما سجل هدفين على نفط ميسان وهدف على نوروز. يأتي الآن ويسجل هدف أول في مرمى القوة الجوية. لاحظ بغفلة من دفاعات صقور الجوية من خلف المدافعين ينسل اللاعب بيتر غورغيس ويسجل أول أهداف المباراة. كانت المطالبة هنا بوجود خطأ، وهنا بيتر غورغيس اللي ينطلق بسرعة ويضعها من تحت الحارس محمد رحيم ليسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللمسة والتمريرة الجميلة اللي كانت عن طريق يوسف الإمام المدافع لفريق دهوك، لذلك يستغلها خير استغلال اللاعب بيتر غورغيس ويضعها من تحت أقدام الحارس محمد رحيم. لا زالت تترقب جماهير فريق القوة الجوية ودهوك. هنا بيتر داخل منطقة الجزاء، المحاولة تستمر. بيتر هل يفعلها من جديد؟ وثاني ثاني. الله يا بيتر غورغيس يسجل هدف ثاني لدهوك، يسجل هدف ثاني لفريق دهوك. بيتر غورغيس يتلاعب بدفاعات القوة الجوية ويضع كرة قوية في مرمى صقور العاصمة ليسجل لصقور الجبال هدف ثاني في هذه اللحظات. الدقيقة 33 يسجل بيتر غورغيس هدف ثاني ويضاعف النتيجة لتصبح النتيجة هدفين لفريق دهوك مقابل لا شيء لفريق القوة الجوية. لاحظ هنا الإعادة، هنا التمريرة بالمباشر، يستغل لاعبي فريق دهوك تقدم لاعبي القوة الجوية، وبيتر غورغيس مر بهذه الطريقة من أمام إيدير مقدم وباليمين سجل باليسار ويسجل باليمين. لذلك بيتر غورغيس يبقى واحد من الأسماء الكبيرة في دورينا، وواحد من الأسماء المهمة مع فريق دهوك الموسم الماضي وهذا الموسم. لذلك بيتر غورغيس يفعلها ويسجل ثاني الأهداف في هذا اللقاء لفريق دهوك على حساب القوة الجوية. نتكلم عن نفط ميسان، هذا شيء طبيعي، يمتلك بطاقة حمراء، لكن هنا أربيل والقلعة الصفراء. تيميروف
يسجل أول الأهداف الذئب الأبيض الأوزبكي. نعم، تكلمت القلعة الصفراء، وفي آخر أيام العام يؤكد أربيل الصدارة. هيا بنا لنستعيد شريط الذكريات، هيا بنا لنستعيد شريط الإنجازات والتاريخ الجميل. هنا الأوزبكي شيرزود تيميروف يسجل 9 أهداف هذا الموسم وأول أهداف اللقاء. شوف سيفن منصور دخل فغير أمور كثيرة، تمريرة وصلت جميلة، إنهاء ولا أروع. هو يعرف طريق المرمى جيدا. حضرت هذه اللقطة هل فيها راية أو لا؟ هل فيها راية أو لا؟ الإنهاء جميل، الهدف جميل، لكن يبقى السؤال، هل هنالك الراية أو لا؟ أربيل يدون، أربيل يسجل. القلعة الصفراء تكلمت بهذه اللحظات. كرة تلعب، نقل الكرة على الطرف، المحاولة إلى ديبوتي، واحدة في الأمام يا ديبوتي، الكرة إلى عبود يلعب الكرة، ديبوتي وناصر محمدو، ديبوتي وناصر، الله، نسر نيجيريا يحلق عاليا في سماء مدينة الخابور. وهنا الإنذار الأول، معه ضربة أولى لديبوتي، الضربة مع اشتداد البرد، والكرة في مرمى محمد شاكر. هكذا أجواء، هكذا حضور، لا تحتاج إلى أسد وإلى نسر نيجيري قادر على اختراق دفاعات الكناري. هنا محاولة وهنا كرة وصلت إلى المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة. لاحظ الكرة التي لعبت، عبود واساس عالمي، المرور والدخول، اختراق واختيار، والكرة في الجول. الله، لاحظ اخترق، وصل، عرف الطريق، وها هو الهدف وسط الثلوج المتساقطة. زاخو يهز الشباك كأن الجبال نفسها تصفق لهذا الإبداع وهذا الجمهور. السيد أيمن الحكيم بكل ما يتاح له من وسائل الضغط، مجتبى صالح على الطرف، حسين زياد ومصعب جمال، 1 2 3 4 5 والسادس موجود. الكل يضغط من الكرخ. زياد، التمريرات السهلة خير من الكرات العرضية. الله، حضر البابلي، حضر برهيل يعطي البرهان، والتعديل للكناري، للكرخ يأتي الآن. من الذي وضعها في المرمى؟ من الذي وضعها في الجول؟ ولكن في المجمل إن الكناري يغردوا هنا في الأعالي، يغردوا في مدينة الخابور في وسط الثلوج. هنا يأتي هدف التعديل، ويونس حمود يضع الكرة في المرمى وليس حسن علي بري. يسجل من جديد، يضع من جديد، والهدف الرابع ليونس. لاحظ التمريرة من زياد، كسرت الخطوط، وصلت إلى حمود، حطها في الجول. يعرفان بعضهما البعض جيدا. واصطاد علي كاظم في كرة، عجز عن هادوكان، عجز عن ردها علي كاظم. الله الله الله، بوسط ملعب المباراة. هذا يوسف أمورو، يوسف والإبعاد، هنا التدخل، يوسف جول. الله، هدف أول لصقور الغربية، حلقوا بهذه المباراة. نعم 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 نعم، هنا في ملعب الناصرية الصقور تحلق في هذه المباراة وتسجل أول أهداف. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هذه عودة لكم من جديد لمتابعة أحداث شوط المباراة الثاني من لقاء الكرخ والموصل هنا في افتتاح الجولة العاشرة
من دوري نجوم العراق للموسم 2025-26. شوط المباراة الأول، شوط الإثارة، وربما أمتع وأروع 30 دقيقة حتى الآن. شهدت 4 أهداف في دور النجوم في هذا الموسم، في سيناريو عجيب وغريب، في سيناريو مجنون. تقدم الكرخ بهدفين ومن علامة الجزاء سجل ثنائية، ثم عاد الموسم ليقلص طبعا هدف واحد أيضا من علامة الجزاء، وبعدها عاد ليدرك هدف التعادل في لحظات رائعة ومثيرة جدا جدا. مشاهدينا الكرام والمتابعين، الكرخ هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر يدخل إلى هذه الموقعة وفي منافسات قوية. شهدت أيضا هناك تقدم نادي الطلبة في مباراة أمام نادي القاسم، وهناك أيضا التعادل السلبي يغيم على أحداث مواجهة الإثارة والمتعة بين القوة الجوية وفريق نادي أربيل المتصدر. مشاهدينا الأكارم أو الطلبة يتقدم الآن ب3 أهداف مقابل لا شيء على حساب نادي القاسم. كرة من هناك، محاولة تسديدة، الله 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 الله، يتصدى يتألق من هناك حارس المرمى مهدي هاشم بمحاولة من عناصر فريق نادي الكرخ، مرت بسلام وعادت من جديد. هذا هو حيدر أحمد يصوب، صاحب أول الكرات الخطيرة، يبادر بالتصويب، يبادر باختار مرمى المنافس. حيدر قادم من نفط البصرة، مثل أيضا نادي الكهرباء في فترة من الفترات، ولكن محمد خالد كوفي كان متسللا في اللقطة الماضية. كرة إلى الأمام، متابعة حاضرة من جانب المدافع، من هناك جوستن فيرني إلى الأمام، فيرني والتمرير، فيرني في وسط الملعب، عودة لمصلحة عناصر نادي الموصل وإلى الكرخ وإلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي الموصل. أيمن الحكيم مسيرة حافلة في بلاده هناك في سوريا، الرجل الذي أشرف على تدريب الأندية السورية الكبيرة، يتكلم عن الوحدة، عن تشرين وعن الجيش، أيضا فريق نادي الفتوة والاحتراف في الملاعب أيضا الأردنية، وتدريب أندية اتحاد الرمثة والفيصلي والحسين، فريق الحسين أربد، وأيضا نادي الوثبة. رجل أيضا على المستوى الدولي، على مستوى المنتخبات، أيضا عمل كمساعد للمدرب مع المنتخب السوري في عام 2011. عودة في وسط الملعب لمصلحة حيدر أحمد، تمرير على جهة اليسار، متابعة حاضرة من جانب الدفاع، من جديد عادت لنادي الكرخ، تمرير على اليسار، تقدم ومحاولة ولكن استعادة وقطع للكرة الماضية. عودة من جانب اللاعب سيدريك على الجهة اليمين، انطلق علاء، حاول علاء من هناك، ولكن حارس المرمى محمد شاكر هو الأقرب لمتابعة الكرة الماضية، بعد ذلك مرت وتحولت إلى رمية جانبية. من جديد للاعب بشير عمر على اليسار، يحاول ويتقدم، يمرر باتجاه حسام كاظم، حسام يحاول، حسام من هناك التمريرة إلى الأمام، ولكن عند حارس المرمى سهل الكرة تصل عند محمد شاكر في الكرة الماضية. مباراة نادي الكرخ القادمة سيستضيف هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر فريق نادي النجف يوم السبت القادم تمام الساعة 3، حين نادي الموصل يستضيف نادي أربيل في ملعب دهوك يوم الخميس القادم، حساب الجولة 11 تمام الساعة 5:30. كرة إلى الأمام لنادي الكرخ، قطعت الكرة وعادت إلى الأمام على اليسار لحسين زياد، والتمرير من جانب حسين زياد والعرضية بعد ذلك عادت، ومن هناك لا زالت قائمة خطيرة من مصعب، تسديدة خطيرة ولكن مرت بسلام على مرمى مهدي هاشم عن طريق مصعب جمال. حاول مصعب، صوب مصعب، ولكن كرة مرت
بجوار القائم الأيمن، كانت تبحث عن الزملاء، كانت تبحث عن المتابعين، كانت تبحث عن من يساند ويتابع الكرة الماضية. تحولت الكرة وبسلام مرت إلى ضربة مرمى. هذه المباراة الثانية للفريقين يديرها الحكم سالم عامر بجولة الثانية. أدار مباراة الموصل وأمانة بغداد، والتي حقق فيها فريق نادي الموصل الانتصار بثلاثية نظيفة أمام فريق الكرخ. المباراة التي أدارها الحكم سالم عامر كانت في الجولة الرابعة أمام نادي النفط، والتي طبعا انتهت بالتعادل 2-2. عودة إلى الأمام من جديد على اليسار، متابعة حاضرة من جانب المدافع سالم أو رامي الوسماني. رامي الوسماني اللاعب القادم فريق نادي الأهلي البحريني. هذا هو رامي الوسماني من الإضافات القوية في صفوف نادي الموصل، من الأسماء التي تشبث بها المدرب جاسم سلطان لما يمتلك من إمكانيات مثل أهلي صنعاء، وأيضا سبق له اللعب في دور النجوم من بوابة نفط ميسان ونفط البصرة. كرة على اليمين، محاولة عرضية، متابعة عن طريق المدافع بيديك كودي سيرجيس العاجي. من هناك يقطع الكرة ولتتحول إلى ضربة ركنية في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام والمتابعين في كل مكان، ضربة ركنية لمصلحة فريق نادي الكرخ في هذه اللحظات. حتى الآن هو الأخطر، حتى الآن هو الأقرب. محاولة عرضية، الله الله، وهو الباحث عن العودة للتقدم من جديد. مجتبى صالح بكرة مرت خطيرة جدا على مرمى فريق الموصل، ولا زالت حتى الآن ضربة ركنية ثانية على التوالي، ولكن تمر وتعبر وإلى ضربة ركنية أو ضربة مرمى للحارس مهدي هاشم. خطير جدا نادي الكرخ في الكرة الماضية والكرات الماضية أيضا. يحاول الآن ويسعى ويريد استعادة التقدم. المباراة كانت في قبضة الكرخ في أول 25 دقيقة على مستوى التقدم 2-0، وعلى مستوى النتيجة، وأيضا على مستوى الحيازة والسيطرة التي فرضها فريق نادي الكرخ في المواجهة. وأيضا حاول الاستفادة طرد من البطاقة الحمراء التي تريد على إثرها المدرب جاسم سلطان. محاولة تصويبة لا زالت قائمة، متابعة من دفاعات نادي الكرخ، وللأمام وصلت على الجهة اليمين. المرور، التوغل والعبور لا زالت عن طريق مصعب. مصعب يمرر، يونس استلام، يونس يحاول، يونس من هناك يبحث عن المساندة من جانب الزملاء، لكن مرت وعبرت كرة يونس تتجاوز خط التماس والى رمية جانبية لعناصر نادي الموصل. لاعب يونس حمود 4 أهداف سجلها هذا اللاعب هذا الموسم. ثنائية كانت في مرمى نادي نفط ميسان، والانتصار 2-1. هدف في مرمى زاخو في المباراة الماضية، وهدف في مرمى دهوك في اللقاء المثير الذي انتصر به فريق نادي الكرخ ب3 أهداف مقابل هدفين. رمية جانبية تتحول لفريق نادي الكرخ على الرواق الأيسر، تلعب إلى الأمام. متابعة لا زالت قائمة في وسط الملعب عن طريق اللاعب أكرم رحيم ومعين أحمد. معين يحاول، ولكن متابعة من الوافد الجديد إلى شوط المباراة الثاني، وهو اللاعب ياكوبا ديوري اللاعب النيجري من الأسماء التي شاركت. التغيير طبعا على التشكيلة يطرأ من جانب المدرب أيمن الحكيم. جماهير الموصل، ومن هناك المدرجات بمساحة قليلة التي تواجد بها شغف كبير وأكبر
من أنصار عاشقة متيمة بعشق هذا الفريق الذي عاد إلى دور النجوم، الفريق الذي غاب عن دور النجوم في موسم 2011. نتحدث عن فريق نادي الموصل في موسم 2011 كان آخر مواسم هذا الفريق. نتحدث عن مسيرة حافلة لهذا الفريق الذي أرفد المنتخبات والأندية بالأسماء والعناصر. نادي الموصل عاد إلى دور النجوم موسم 2024 في دور الدرجة الأولى، توج بطلا لدور الدرجة الأولى 2024، وفي موسم 2025 أيضا توج بطلا لدور الكرة الممتاز، والآن الموسم الثالث وفي دور النجوم. يريد أن يخرج بالتأكيد من هذا الموسم بمنافسات وأرقام مميزة، يريد أن يحصدها بقيادة جاسم سلطان، الرجل الذي من النادر أن نشاهد هكذا لاعب عندما كان لاعبا. نعم، جاسم سلطان لعب ومثل النجف 17 موسم، من النادر أن نشاهد هكذا لاعبين يلعبون بهكذا فترة طويلة وكبيرة. فريق نادي الموصل توج بطلا ب70 نقطة للدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الوصيف نادي الغراف، والذي تمكن عن نادي الموصل الموسم الماضي في دوري الكرة الممتاز، تمكن من تحقيق 20 انتصار، 10 تعادلات، 8 هزائم، سجل 42 واستقبل 24. أقوى خط دفاع رفقة أمانة بغداد. كرة عادت في وسط الملعب، حسام كاظم مررها إلى الأمام وعادت من دفاعات نادي الكرخ مجددا لرامي أو لمصلحة أكرم رحيم. أكرم يحاول إلى الأمام، محاول على جهة اليمين، التقدم، التمرير، المحاولة، التحضير والتمويه، ولكن متابعة حاضرة من جانب الدفاعات. عودة لمصلحة نادي الكرخ على اليسار، نقلات، تمريرات من هناك، يبحث من خلالها نادي الكرخ عن هدف ثالث، يستعيد من خلال التقدم والانتصار والمباراة، ويبحث من خلال أيضا عن تحقيق انتصاره في دور النجوم. نعم، انتصاره في دور النجوم، محاولة عرضية ولكن متابعة من جانب الدفاع، عودة من جديد وهناك الصدام في الكرة الماضية. هذا هو اللاعب جوسين فيرني الكولومبي الذي تسبب بركلة الجزاء الثانية لفريق الكرخ، والذي سجل على إثرها هدف التقدم الثاني. برجيس قادم من نادي ديبارتيفو بيريرا في الدوري الكولومبي، 24 سنة لهذا اللاعب، 1.86 متر سنتيم. بينما جماهير الموصل العاشقة حتى الآن بنفس الشغف الذي دخلوا من خلاله إلى هذه المواجهة، بنفس الشغف الذي تواجدوا من خلاله في مدرجات ملعب شرار حيدر. من هناك مهدي هاشم، مهدي إلى الأمام، مهدي والتمرير لتلبية نداء الجماهير، لتلبية نداء العاشقين الذين يطالبون الفريق بالارتقاء والعودة بتحقيق الانتصار في هذه الموقعة. عودة في وسط الملعب، مراوغة ونقل، السقوط في وسط الميدان، عودة إلى الأمام، نقل على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام ولكن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت وإلى رمية جانبية. هناك تغيير من جانب فريق نادي الموصل في هذه اللحظات. يشارك اللاعب فونينغ روش الكاميروني صاحب ال5 أهداف، ويشارك أيضا رفقة باقر عطوان. معين أحمد يغادر رفقة بشير عمر، تغييرين بدفعة واحدة من جانب فريق نادي الموصل. تعود من جديد
وسط الملعب لمصلحة اللاعب حيدر أحمد لإفادة علي قاسم صاحب الهدف الأول لنادي الكرخ. حيدر أحمد والتمرير على جهة اليمين، محاولة خطيرة ولكن سريعة الكرة وبعيدة إلى خارج أرضية الملعب، حولت لفريق نادي الموصل بضربة مرمى. فريق نادي الكرخ في الموسم الماضي أول مباراة له في السنة الجديدة كانت بتاريخ 3 يناير 3/1/2025، والتقى بنادي زاخو في الجولة 12 وخسر المباراة آنذاك فريق نادي الكرخ بثنائية نظيفة أمام زاخو. لا يريد أن يستذكر ويستحضر هذه المباراة، نعم الأولى التي كانت له في موسم 2025. عودة من هناك عرضية رأسية ولا خارج أرضية الملعب، أو في عام 2025 رأسية إلى خارج أرضية الملعب، مرت من جانب اللاعب محمد خالد كوفي. هناك كوفي مرت كرة الرأسية إلى خارج أرضية المباراة. خمسة أهداف سجلها كوفي حتى الآن في هذا الموسم، ثنائية في مرمى النفط وأهدر جزاء، أهدر ركلة جزاء آنذاك، هدف في مرمى الكهرباء، هدف في مرمى القاسم، وهدف في مرمى الكرخ أو دهوك. قادم من نادي القاسم، مثل دهوك أيضا في فترة من الفترات. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ عودة من جديد. لم يخسر فريق نادي الكهرباء أو الكرخ في كل مباراة سجل فيها محمد خالد كوفي هدف، في مرمى الكهرباء، في مرمى النفط، في مرمى دهوك، وفي مرمى القاسم. الانتصار في مباراتين والتعادل في مباراتين. مصطفى رميض يلعب موسم ثالث على التوالي مع فريق نادي الكرخ. عودة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، ومن هناك بحذر من السقوط بالمحظور، يعرفون تماما سقطوا مرتين في المحظور وترتب عليها ركلة جزاء. من هناك متابعة، ولكن هذه المرة ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ لاعب سيدريك ناقاه الذي تسبب بركلة الجزاء الأولى تقريبا بنفس الطريقة التي تسبب من خلالها ركلة جزاء لفريق نادي الكرخ. عودة على جهة اليمين، سامر محسن صعب هذا في التعادل الذي عاد بالمباراة إلى حيث انطلقت إلى نقطة البداية. عودة على جهة اليمين، المراوغة والتمرير لا زالت حاضرة قائمة متواجدة لفريق الموصل. عرضية من هناك وعند حارس المرمى محمد شاكر، وصلت الكرة وأمنت عند الحارس والحامي والمدافع عن عرين فريق نادي الكرخ. الكرخ في هذا الموسم على ملعبه في منافسات الدوري خاض 5 مباريات، فاز مرتين وتعادل مرتين وتلقى الخسارة مرة واحدة، سجل 6 أهداف واستقبل 5، مع إحصائيات اليوم سجل 8 واستقبل 7. هذه كرة الماضية التي تمت معاينتها أكثر من مرة، كانت هناك ركلة جزاء ماذا، لكن الخبر الأكيد جاء من جانب سالم، لا وجود لركلة جزاء. وهناك انطلاقة لعلاء الدين، هناك انطلاقة للدالي، يحاول ينطلق في كرة من هناك وإلى خارج أرضية الملعب. حولت، هذا هو علاء الدين، هذا هو نسر أوكاسيون. 6 أهداف حتى الآن لعلاء، 6 أهداف لعلاء الدين الدالي في بطولة الدوري.
المنافسة تستمر أيضا بين الهدافين. شيرزوت تيموروف هداف فريق نادي أربيل ب9 أهداف يعتلي هرم ترتيب الهدافين. عودة على اليمين يونس حمود والاستعادة والعرضية والتسديد. الله الله الله، قد لا تتكرر، قد لا تحصل عليها يا محمد خالد. فرصة رائعة، فرصة ذهبية، وأي استعادة من يونس حمود. نعم، صنع من اللا شيء أشياء، ومن المستحيل خطورة صفراء استعادها وانطلق بها ومررها وعلى طبق من ذهب، ولكن اللاعب محمد خالد كوفي أهدرها، ضيعها، وكان قريبا من إضافة هدف ثالث لمصلحة فريق نادي الكرخ. مرت بسلام على مرمى نادي الموصل. علاء الدين الدالي يتم اعتماد هدف في مرمى ديالا. ان المباراة شطبت، وبالتأكيد الكل يعرف انه تم اعتماد انتصار نادي ديالا بقرار إداري. سجل روش وعلاء الدين. عودة في وسط الملعب لنادي الكرخ، يتقدم، يحاول في أقصى اليسار، حتى الآن هو الأخطر والأكثر حيازة والأكثر سيطرة والأكثر رغبة بإضافة وتسجيل هدف آخر. عودة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع، مجددا عادت على اليمين، استعادة من جانب اللاعب روش بونينغ. روش بونينغ الكاميروني صاحب 25 سنة، القادم من نادي سليمان التونسي، أيضا مسيرة في منتخب بلاده، وفي أيضا في بلاده على مستوى الدوري الكاميروني، مثل نادي يونيون دوالا. يلعب مباراة العاشرة روش بونينغ، كرة إلى الأمام، وصلت بالراس، متابعة من جانب الدفاع، سجل 5 أهداف روش بونينغ. هدف في مرمى نفط بيسان، وهدف في مرمى أمانة بغداد، وهدف في مرمى الزوراء، وهدف في مرمى النجف. لم يخسر فريق نادي الموصل في المباراة التي سجل فيها بونينغ. عودة لمصلحة نادي الموصل من جديد على جهة اليمين، عملية التمرير في أقصى اليسار، الاستلام والتقدم إلى الأمام، المحاولة، بونينغ يحاول، بونينغ يمرر، يفتح مساحة، ولكن من هناك مجتبى صالح يتابع القائد ويرابط في الكرة الدفاعية والهجمات الصفراء الكرخية. الله الله على المرور الرائع والتمرير على جهة اليمين، لقطة رائعة ومرور رائع، ولا زالت قائمة حاضرة خطيرة على مرمى الكرخ، خطيرة على الأصفر. الأحمر يعود من جديد ويهاجم، وبنزعة هجومية يمتلكها. مشتبى وسامر محسن، سامر محسن صاحب الهدف الثاني والتاريخي بالتأكيد لا ينسى، وسيحبونك أكثر وأكثر يا سامر يا محسن. الأنصار ستعشق هذا اللاعب أكثر وأكثر، اللاعب الذي يقدم أداء مميز حتى الآن في هذا الموسم. محاولة، الاستلام والدفاع من هناك، الإبعاد لا زالت قائمة حتى الآن لفريق نادي الموصل، والسقوط والعودة والانطلاقة لمصلحة نادي الكرخ. إلى الأمام ينطلق مصعب جمال، مصعب يحاول، مصعب من أجل مصاعب خطيرة حتى الآن، مصاعب يريد أن يجمعها ويكررها على فريق نادي الموصل، يريد أن يصعب المهمة أكثر وأكثر على فريق الموصل بالتأكيد، الذي لا يرضى لا هو ولا أنصاره يمر بهكذا ظرف. أراد أن يعود للمنافسة من جديد، أراد أن يعود إلى منافسات بطولة الدوري ويكرر الأرقام والإحصائيات والإنجازات
المميزة التي قدمها في المواسم الماضية. فريق نادي الموصل الظهور الأول في دوري نجوم العراق، كان في موسم 82 و 83 ثم هبط في موسم 88. فريق الذي تأسس عام 47 باسم نادي الأهلي، وفي عام 1957 تم تحويل اسم الفريق إلى نادي الموصل، ممثلا الموصل الحدباء لهذه المحافظة الكبيرة والعريقة بتاريخها وأمجادها. عودة على اليسار، محاولة لمصلحة نادي الموصل من هناك، وهكذا قال وتحدث في المؤتمر الصحفي، تحدث عن المدرب جاسم سلطان الذي قال المباراة ستكون صعبة، من هنا خطير، علا يحاول، علا والسقوط في وقت غير مناسب، في وقت لا يمكن فيه السقوط، ممنوع فيه السقوط، ممنوع فيه التعثر. عودة في وسط الملعب، عادت للموصل من جديد. مدرب جاسم سلطان قال بأن المباراة ستكون مهمة على الفريقين، والكرخ يمتلك عناصر ممتازة وملاكا تدريبيا جيدا. من هناك متابعة من جديد لمصلحة دفاعات فريق نادي الكرخ. إلى الأمام وصلت ياكوبا ديوري وسط الملعب، اليون فاي السنغالي أيضا من الوافدين شوط المباراة الثاني، ولكن قليل الظهور وقليل اللمس للكرة. إذن قال مدرب جاسم سلطان إننا قدمنا مباراة جيدة أمام الطلبة، وسندخل مباراة الكرخ غدا لتحقيق النقاط. أيضا قال جميع المباريات التي لعبناها قدمنا فيها أداء ممتازا، لكن الحظ لم يقف معنا. أيضا قال أن حسابات مباراة الكرخ تختلف عن مباراة الطلبة، فالمباراة ربما ستكون مفتوحة، وفعلا كانت مفتوحة وبأول نصف ساعة شاهدنا 4 أهداف، وخير مثال 4 أهداف وارتكاب بالجملة للأخطاء وركلات الجزاء. 3 ركلات جزاء حصل عليها الفريقين، ركلتين للكرخ، ركلة للموصل. لاعب سامر محسن صاحب هدف التعادل أيضا كان حاضرا في المؤتمر الصحفي وقال بأننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية ونفرح بها طبعا، وأيضا نفرح بها الجماهير الموصلية والملاك التدريبي. كرة للأمام، محاولة من جانب باقر عطوان، يحاول باقر من هناك في وسط الملعب. لاعب باقر عطوان شقيق أمجد عطوان، لاعب القادم من نادي الحدود الذي مثل أيضا نادي كربلاء. كرة في وسط الملعب، تقدم، محاولة نقل على اليسار، استعادة للكرة وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى رمية جانبية. من يستعد من هناك؟ له اللاعب حيدر علي يستعد للمشاركة في هذه اللحظات. حيدر كتغيير ثالث يزج به المدرب أيمن الحكيم بعد النيجري ياكوبا ديوري والسنغالي اليون فاي. شارك الآن بديلا للاعب حسين زياد هو الذي سيغادر. حيدر علي أيضا صاحب 20 سنة من المواهب في صفوف نادي الكرخ والفئات العمرية للفريق، يشارك في هذه اللحظات في 6 مباراة له في دور النجوم. كرة للأمام، لعبت على جهة اليمين، محاولة خطيرة ولكن استعادة لحسام كاظم. عودة على اليمين، مصعب جمال، مصعب يحاول، مصعب والعرضية، ولكن الدفاع مرة أخرى يرابط، مرة أخرى يبعدها. عودة في وسط الملعب، تمرير خاطئ وضعيف، وعودة إلى الأمام من جانب فريق نادي الموصل.
على جهة اليمنى وإلى خارج أرضية الملعب. قم بإخراج الكرة اللاعب أليون فاي، لاعب السنغالي أيضا من الوافدين الجدد لشوط المباراة الثاني، 20 سنة لهذا اللاعب. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب من جديد، رمية جانبية، رامي الوسماني تعود لعناصر نادي الكرخ على اليسار، تلعب أمامية، تخلص وتبعد إلى رمية جانبية من جديد لمصلحة عناصر نادي الكرخ. تلعب إلى الأمام في وسط الملعب، نقل على جهة اليمين، تقدم إلى الأمام، محاولة وعرضية وبالراس خطيرة، ولكن عند حارس المرمى تصل سهلة عند الحارس مهدي هاشم. مهدي هاشم لعبها للأمام، يمنحها من الخروج من هناك لاعب حسام، مدرب أيمن الحكيم مدرب فريق نادي الكرخ، أو رامي الوسماني هو الذي أبعدها. أيمن الحكيم أيضا كانت له كلمة في المؤتمر الصحفي وقال: أصبحت الكيفية في الدوري بكيفية الاستشفاء، هنا سيكون العمل مضاعفا عند الأجهزة الطبية. عرضية من هناك ترسل عالية، ولكن مهدي يرتقي من هناك وبالتوقيت المناسب يظهر، ومن هناك عملية الانقضاض على الكرة. عودة في وسط الملعب من جديد. هذا المدرب أيمن الحكيم قال بعد الجولة التاسعة كل فريق حفظ نقاط قوة وضعف المقابل، وليس هناك نتيجة مضمونة في كرة القدم. وأيضا قال كابتن الفريق يونس غني سيغيب عن المباراة بسبب الإنذارات، لكننا سنعمل مداورة بالفريق. كرة على اليسار. أيضا قال بأن فريق الموصل فريق صبور ويلعب بتركيز ويمتلك لاعبين جيدين في الأمام، وقال أيضا درسناه كل الجوانب وسنخلق عدة معالجات في المباراة. كرة على جهة اليمنى، تقدم مصعب جمال والتمرير، المحاولة، الاستلام، لا زالت قائمة حتى الآن. يونس حمود على جهة اليسار يحاول يتقدم من هناك، يقتحم، يتعثر ويحارب ويقاتل، ومن هناك الاستعادة، ولكن لا زالت قائمة حتى الآن وصافرة، وخطأ على عناصر فريق نادي الكرخ. جوسف سلطان يتابع ساحته من هناك وتقديم التوجيهات والتعليمات للمدرب المساعد. جماهير الموصل تنتظر هدف الانتصار، هدف التقدم. الفريق الذي قاب قوسين من الهزيمة في أول 25 دقيقة، ولكنه عاد وانتفض وسجل. كرة في وسط الملعب، تقدم إلى الأمام، محاولة وتمريرة على جهة اليسار للموصل، للمحاولة لروش فونينغ يمرر باتجاه اللاعب أيضا من هناك سيدريك بيرجس، محاولة استعادة، حفاظ على الكرة من بيرجس. الله على المرور والتقدم والتمرير لباقر عطوان، ولكن في ظهر المدافعين وجدت حارس المرمى محمد شاكر، وهناك سقوط لجوستن فيري الكولومبي من هناك يشكو من إصابة. فريق نادي الموصل تلقى بطاقة صفراء واحدة من سالم عامر في المباراة الأولى التي أدارها لهم أمام نادي أمانة بغداد، وكانت من نصيب اللاعب حسام كاظم. الآن مصطفى جمال يتحصل على البطاقة الصفراء، مصطفى الرميض
حكم المباراة سالم عامر. أيضا بطاقة صفراء واحدة على فريق نادي الكرخ في مباراتهم أمام النفط التي أدارها، وكانت على اللاعب يونس حمود. نتحدث عن الموسم الماضي أدار مباراتين للكرخ، فريق نادي الكرخ، نعم مباراتين أدار لهم الحكم سالم عامر. مباراة أمام الزوراء والخسارة 2-1، مباراة أمام أربيل والخسارة 4-2. الموسم الماضي شر على لاعبي فريق نادي الكرخ طبعا بطاقات صفراء، 6 بطاقات صفراء وركلتي جزاء، ومن هناك محاولة وعرضية وطالت إلى خارج أرضية الملعب. من الموسم الماضي بمباراتين أدارهما الحكم سالم عامر لنادي الكرخ، 6 بطاقات صفراء وركلتي جزاء احتسب على فريق نادي الكرخ. الآن يسعد ياسر ناجي للمشاركة بديلا لزميل اللاعب سامر محسن. سامر صاحب هدف التعادل. هناك يحيى من جانب الجماهير، يحيى من جانب العشاق، يحيى بالتأكيد، وهو الذي أحيا آمالهم وعاد بهم إلى المنافسة من جديد بهدف ثاني. يشارك الآن اللاعب ياسر ناجي صاحب 31 سنة القادم من فريق نادي القرمة، يلعب مباراته الخامسة في هذا الموسم في صفوف نادي الموصل. عودة إلى الأمام في وسط الملعب، كرة بالراس تخلص وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية للموصل، تمريرة إلى الأمام، نقل على جهة اليسار، تقدم إلى الأمام والمحاولة، تقدم من جانب فريق نادي الموصل. تمرير أمامية، أكرم رحيم يفتقدها، عودة إلى الأمام، محاولة ونقلة على جهة اليمين، الاستلام، مصعب يحاول، مصعب يفتش عن الزملاء، عن الرفاق في الكرة الماضية بهجمة صفراء لمصلحة الكناري. يحاول مصطفى رميض العودة من جانب اللاعب من هناك، لاعب أليون فاي. أليون تقدها وعودة من جديد للسنغالي، عودة لأليون. يسعد من هناك اللاعب حمزة حيدر للمشاركة، أيضا من مواهب الفريق، من أسماء الفريق، من عناصر وأسلحة الفريق الشابة في صفوف نادي الكرخ. كرة على اليمين، متابعة حاضرة من جانب دفاعات نادي الموصل، عودة في وسط الميدان، لعب مرتضى رميض، مرتضى رميض أيضا هناك كان حاضرا في المؤتمر الصحفي. كرة للأمام على جهة اليمين، قال بأننا جاهزون للمباراة وهدفنا النقاط الثلاث نتمكن من النهوض بالفريق إلى الترتيب الأفضل، وقال بأن الموصل الحالي يختلف عن الموصل السابق ولديهم محترفون جيدون. ومن هناك تمرير، محاولة خطيرة، يونس تسديد، الله الله الله، ولكن مهدي هاشم لا زال حتى الآن بالموعد، لا زال حتى الآن مرابط والصامد ومتصدي متألق أمام هذه الرغبة الكبيرة لعناصر فريق نادي الكرخ. كرة على اليمين لا زالت قائمة حتى الآن على الجهة اليمنى، ولكن للموصل ضربة ركنية. حمزة حيدر هو القادم، 27 سنة لهذا اللاعب. بديلا لمن؟ لعلي قاسم، يبدو لي بأنه بديل للاعب علي قاسم في هذه اللحظات. ضربة ركنية، رامي الوسماني من هناك اليماني
بضربة ركنية. من هناك ترسل عرضية ولكن تبعد من جانب الدفاع. عودة من جديد، عودة من جديد. لعب من هناك حمزة حيدر مثل فريق نادي بيرخيم البلجيكي. التجربة على مستوى الافتراض. كرة إلى الأمام على اليسار، محاولة لفريق نادي الكرخ والتمرير والتقدم والتسديد. الله الله، ومع زيادة رغبة الكناري هنالك حارس، هناك حارس مرابط، هناك حارس صامد، هناك حارس نعم يتصدى ويدافع عن الأحمر. ممثل محافظة الموصل يمثل المحافظة بقفازاته بإبداعه بالتصدي. الله الله الله، وهذه الماضية أيضا، هذه الحاسمة أيضا من أمام اللاعب يونس حمود الذي صوب وحاول، ولكن مهدي يتألق، مهدي من جديد يتعملق، يتصدى، يتفوق في هذه اللحظات. حمزة يغادر الآن لاعب علي قاسم. حمزة حيدر يشارك بتغيير رابع للسيد أيمن الحكيم. التغيير الرابع لأيمن الحكيم، الموسم الماضي أفضل مدرب في شهر ابريل، حين السيد جوزيف سلطان هو أفضل مدرب في شهر نوفمبر. جائزة تحسب هذا الرجل الذي قدم عروض مميزة رفقة الموصل. ضربة ركنية من هناك لمصلحة نادي الكرخ بمحاولة مستمرة للأصفر الطامح، للأصفر العنيد، للأصفر المفتش عن هدف التقدم من جديد. محاولة ارتدت، لا زالت حاضرة، والتمرير في وسط الملعب لا زالت قائمة حتى الآن. محاولة العرضية ولكن الدفاع يتصدى، الدفاع يرد ويعود وينطلق إلى الأمام، يفتش عن العودة، يمرر على اليسار عن طريق أحمر طامح، عن طريق حسام، ولكن يفتقدها حسام، والعودة إلى الأمام والتمريرة في وسط الملعب الضعيفة الضئيلة تقطع وتعود وإلى الأمام، وصلت وانطلق الموصل، ولكن من هناك حارس محمد شاكر نادي الموصل الجولة الأولى خسارة من الغراف، أيضا الوافد الجديد. الجولة الثانية حقق انتصار الأول على أمانة بغداد هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر. في الجولة الثالثة حقق الانتصار على نجف 2-1. في الجولة الرابعة الانتصار طبعا في المباراة على ديالى، ولكن بعدها بقرار إداري تم احتساب انتصار نادي ديالى، اعتبار نادي ديالى منتصر ب3 أهداف. في الجولة السادسة الخسارة من الزوراء 3-1. الجولة الخامسة الخسارة من زاخ 1-0. الجولة السابعة حقق الانتصار وهو الانتصار الأخير للموصل، كان على حساب نادي النفط 2-1. عودة في وسط الملعب، أيضا تعادل لدى فريق نادي الموصل أمام نفط ميسان. محاولة خطيرة والمرور، العبور، العرضية، التصويب، لا زالت قائمة حتى الآن. خطورة حمراء موصلية يحاولون من خلالها حسم اللقاء، حسم المنافسة. وأي لقاء وأي منافسة وأي سيناريو، سيناريو مجنون كتب في نصف ساعة أولى من هذه الموقعة في شوط أول، في شوط الإثارة والتحدي الكبيرين. حكم المباراة سالم عامر، والمتابعة اللعب من هناك، متابعة اللعب من هناك. كرة للأمام بالراس، محاولة خطيرة، تسديدة، ولكن عند حارس المرمى، أيضا عند حارس المرمى، عند السد المنيع، عند المانع والمدافع
عن الحصون الموصلية. كرة إلى الأمام في وسط الملعب، عادت من جديد لمصلحة الموصل. إلى الأمام علاء الدين الدالي، الراس عادت ونقلت لباقر عطوان. باقر يحاول، باقر والتمرير الضعيف جدا في الكرة الماضية، وعودة انطلاقة على جهة اليمين. محمد خالد أو حيدر علي. حيدر يحاول، حيدر من هناك يحافظ عليها. حيدر والعرضية، ولكن مرت وتجاوزت أرضية الملعب، ولا زالت قائمة حتى الآن وحاضرة بانطلاقة الوسماني، بانطلاقة اليماني، بانطلاقة بلاد العرب السعيدة اليمن الخضراء. هذا هو رامي الوسماني. محطات مميزة في دور النجوم مع أندية نفط ميسان ونفط البصرة. انطلاق من أهلي صنعاء من أقطاب الكرة اليمانية. شارك الآن اللاعب سوران عزيز في هذه اللحظات. يشارك سوران عزيز في تغيير جديد ورابع للمدرب جوزيف سلطان. بالمناسبة دكتوراه كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. كرة إلى الأمام، تدخل وصدام. 4 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع. ينهض اللاعبان في هذه اللحظات. يونس حمود والحارس مهدي هاشم، بلا شك نجم اللقاء، بلا شك سيد المواجهة، بلا شك تصديات ساهمت بإبقاء النتيجة على حالها، ساهمت بإبقاء هذه الأمور على نصابها. كرة إلى الأمام، عرضية لكن إلى خارج أرضية الملعب، مرت وإلى ضربة ركنية في هذه اللحظات. إذا التعادل الثاني تاريخيا بالنتائج المحتسبة والمعتمدة التي حدثت بين الفريقين. 3 نتائج: انتصار للكرخ 2-1 وتعادل سلبي. والآن اللقاء الثالث، عرضية من هناك ترسل عالية، الإبعاد من جانب الدفاع أو الحارس مهدي هاشم، وإلى محاولة مستمرة حتى الآن وإلى خارج أرضية الملعب. إنجاز تاريخي لا ينسى لنادي الكرخ والتتويج ببطولة الكأس، عندما أزاح كبار الكرة العراقية وأقطابها أيضا الدور 32 انتصار على الميناء 2-1، على ديالى في الدور 16 2-1، في ربع النهائي على حساب أربيل بركلات الترجيح، في نصف النهائي انتصار على الزوراء بهدف 1. عرضية محاورة، الله ماذا سيقدمون لك يا مهدي على وفائك وعلى أدائك الكبير، نعم على إنجازك الكبير. ماذا يمكن أن تقدم لك جماهير الموصل بمكافأة على تقديرك، نعم لتقدير هذا المجهود الرائع، هذا المجهود الجبار، المحاولة والتسديد وإلى خارج أرضية الملعب. أي أداء، أي أسلوب مميز، أي هدوء، طبعا هدوء لدى هذا الحارس عجيب. وعندما عندما تبدأ الهجمات الخطيرة التي ترعب الحراس، تجد هذا الحارس يزأر، تجد هذا الحارس يبدع، تجد هذا الحارس يتألق، يتصدى، يتعملق في ملعب المباراة بين الخشبات الثلاث. نتحدث عن حارس بكل تأكيد سيخلده التاريخ مع كبار نادي الموصل، مع محمد فتحي فعل بالكرة الموصلية، مع عائد أسو وصفوان عبد الغني والراحل علي أسامة وهوار ملا محمد وطارق الحجية وأحمد خلف وفواز حمودات وصهيب شاكر، وأيضا حارس محمد النجم المونديالي. رمية جانبية تحولت، خطأ على اليسار
لمصلحة فريق نادي الكرخ. محاولة على اليسار، وآخر الكرات لعلها في هذه المباراة، لعلها آخر الكرات، آخر المحاولات. من هناك على جهة اليمين ترسل عالية تبعد من جانب الدفاع، لا زالت قائمة مصعب، الأخيرة يا مصعب، المراوغة من مصعب، الحفاظ على الكرة من جانب مصعب، ولكن تأخر وتعثر وافتقدها وعادت إلى الأمام ووصلت لفريق نادي الموصل. وصافرة الحكم سالم عامر تعلن عن نهاية هذه المباراة الصعبة والمعقدة والمجنونة بسيناريو نعم رائع ومثير بهدفين لمثلهما. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصاف، على أمل اللقاء في مواعيد أخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.